بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتعرف على درس مهم في اللغة العربية، وهو المفتاح الأول لتعلم أساسيات الإعراب، أنواع الكلمة. ونحن نعلم أن الجملة تتكون من كلمات، والكلمة إما تكون اسما أو فعلا أو حرفا. نبدأ بأول نوع، وهو الاسم، الذي هو كلمة نسمي بها شيء معين ولا يرتبط بزمن معين. فإما يكون الاسم اسم إنسان مثل أحمد، علي، فاطمة، كريمة، إيمان، أو اسم حيوان مثل قط، كلب، أسد، قرد، وحصان. أو يكون اسم شيء أي جماد مثل طاولة، كرسي، خزانة، قلم، نافذة. وكذلك يمكن أن يكون الاسم اسم نبات مثل شجرة أو زهرة، أو اسم مكان مثل مطبخ أو ساحة، أو يكون صفة مثل صبر، خجل، إلى غير ذلك. ويمكن أيضا أن يكون اسم دولة مثل الجزائر، فرنسا، تونس، إلى غير ذلك. ولتمييز الاسم عن بقية أنواع الكلمة هناك علامات، وهي علامات الاسم، أي التي نستطيع أن نعرف من خلالها الاسم. فمثلا الاسم يقبل التنوين، فمثلا نقول نافذة، نافذة. وكذلك الاسم يقبل التعريف، نافذة، النافذة. وكذلك الاسم يقبل حروف الجر، فمثلا نقول توجهت إلى نافذة القسم. نافذة هنا اسم، أي يستطيع الاسم أن يسبق بحرف جر. وكذلك الاسم يقبل النداء، فنقول يا مصطفى، يا علي، يا محمد، إلى غير ذلك. نمر إلى النوع الثاني من أنواع الكلمة، وهو الفعل. الفعل هو عمل أو حدث نقوم به في زمن معين، وهو 3 أنواع: فعل ماضي، فعل مضارع، وفعل أمر. مثل أكل، فتح، جلس. فتح هو عمل يقوم به الإنسان ويستعمل فيه يديه، يفتح باب مثلا. نقول أيضا فكر هو فعل يدل على عمل يقوم به الإنسان ويستخدم فيه ذهنه، أي يستخدم فيه ذهنه أو يديه أو رجليه، إلى غير ذلك. وأنواع الفعل: الفعل الماضي، وهو عمل وقع في الزمن الماضي وانتهى، أي وقع في الماضي وانتهى. جلس، فتح، قرأ. قرأ الطفل قصة، أي قرأها وانتهى منها. الفعل الثاني وهو الفعل المضارع، وهو عمل يقع في الزمن الحاضر أو المستقبل، أي يقع الآن أو في المستقبل، ويبدأ بحروف المضارعة والتي نجمعها في كلمة أنيت، مثل يفتح، نفتح، أفتح، تفتح. وآخر نوع من الأفعال وهو فعل الأمر، وهو طلب حدوث عمل في المستقبل: اكتب، اجلس، إلى غير ذلك.
وكما أن للاسم علامات كذلك للفعل علامات، وهي الشيء الذي تقبله الأسماء الأفعال لا تقبله. فمثلا الاسم يقبل التعريف فنقول نافذة النافذة، لكن الفعل لا يقبل ذلك فنقول مثلا كتب الكتب، لا تصلح. الفعل الماضي يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة. كتب نستطيع أن نقول كتبت أو كتبت. وكذلك الفعل المضارع يقبل سا وسوف، فمثلا نقول سيكتب أي مستقبل القريب، أو نقول سوف يكتب للمستقبل البعيد. كذلك الفعل المضارع يقبل الجزم، فنقول لم يكتب، لم يقرأ، إلى غير ذلك. وكذلك فإن الفعل المضارع وفعل الماضي يقبل قد، فنقول قد كتب، ونقول أيضا قد يكتب. والنوع الأخير من أنواع الكلمة هو الحرف، ليس له معنى إلا إذا ارتبط بغيره، أي ارتبط مع كلمات أخرى. فمثلا نقول في لوحدها ليس لها معنى، يصبح لها معنى إلا إذا ارتبطت في جملة أو بغيرها من الكلمات. ومن أنواع الحرف نجد حروف الجر من، إلى، في، على، لي، عن، بي. وكذلك مثلا حروف العطف و، ثم، أو، إلى غير ذلك. إن شاء الله تكون قد استفدتم من درس اليوم الذي هو أنواع الكلمة. نلتقي في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.